سلام ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج زوموتو بالعربيه اللي غنهضروا فيه اليوم على كيا سبورتاج جديده اللي عاد دخلت المغرب. وما تنساوش ديروا ابوني باش يوصلكم الجديد ديال الاثمنه العروض واخبار السيارات. من بعد ما وصلت الاسواق الاوروبيه في الربع الاخير من سنه 2021 الجيل الخامس ديال كيا سبورتاج بدا كيتباع في المغرب. نبداو بالمظهر الخارجي ديال السياره اللي تبدل بشكل جذري بجرأة في التصميم على طريقه هيونداي توكسون. الواجهه الاماميه بقات بلا كالندر الشهيره تايجر نوز باضواء على شكل سهم اللي كيمتد على طول غطاء المحرك. اما الواجهه الخلفيه ديال السياره فكيبان مستوحى بشكل كبير من الموديل الكهربائي EV6. المظهر الداخلي للسيارة مثير للإعجاب، كيتميز بشاشة مزدوجة رائعة وفتحات التهوية بتصميم رياضي. هاد الشاشة جات بشكل منحنى كيمتد على مسافة كبيرة من الجزء الأمامي للسيارة، الشيء اللي كيعطي رونق جميل وتناسق مذهل للمكونات المقصورة وكيخلي السياقة تكون ممتعة. واخيرا السياره الكوريه كتعتمد على محرك ديزل 1 لتر فاصلة 6 بقوه 163 حصان، بالاضافه الى نسخه الهايبريد تيجي دي اي 1.6 اللي كتعطي للسياره قوه 230 حصان. بهاد المواصفات ذات الطراز الرفيع وجوده عاليه المستوى، كيا كتعرض سبورتاج جديده باثمنه اللي كتبدا من 329,900 درهم. وباش نطوروا محتوى ديال السيارات دير فولو ولايك وبارطاجي مع اصحابك. نشوفكم الحلقه الجايه.